السلام عليكم، ازيكم يا كانفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو بتاع النهارده انا هقول لك ايه هي اكتر الغلطات اللي بتعملها على كانفا لما بتيجي تعمل لوجو او شعار على كانفا. تمام؟ الفيديو بتاع النهارده لو انت لسه ما عملتش اي لوجو هيبقى كويس ليك علشان انت ما غلطتش اي غلطه، فلازم تخلي بالك كده من البدايه علشان ما تغلطش بعد كده. فصدقني الفيديو ده مهم ليك لو انت شغال على كانفا وبتعمل شعارات او لوجوهات او هويه بصريه على كانفا، فلازم تشوف الفيديو ده علشان ما تغلطش غلطات كتير وتبقى واخد بالك من البدايه. فيلا بينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده، بس ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات واعمل لايك الفيديو. يلا بينا. اول حاجه زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع اساسيات ازاي تعمل لوجو على كانفا، ان في كذا نوع من انواع اللوجوهات او الشعارات. يعني ما فيش نوع واحد بس، لا هو في كذا انواع كتير قوي. ممكن تكتب الاسم كده في فونت كويس مش عارف ايه، ممكن تحاول تدمج اول حرفين مع بعض في الاسم، ممكن تحاول تدمج حاجه من البراند. لو انت مثلا هتعمل لوجو لبراند عقارات مباني وكده، بتروح جايب شكل البيت ودمجه مع الاسم. تمام؟ يعني في كذا نوع. تمام؟ في غلطه كبيره قوي انا بشوفها في مصممين كتير قوي على كانفا، يعني في ناس بتعمل تاسكات معاه وكده فبشوفها يعني بيغلطوها. ان مثلا انت دلوقتي بتعمل لوجو لشركه عقارات، فبدل ما تجيب رسمه بتاع بيت انت بتروح جايب رسمه بيت حقيقي، يعني بتجيب شكل البيت حقيقي كده وتروح حاطه في التصميم. احاول احط لكم مثال علشان تفهموني اكتر، علشان ما يبقاش الموضوع صعب عليكم. تمام؟ انك بتجيب شكل واقعي وبتحطه في التصميم بتاعك او اللوجو بتاعك. اللوجو بتاعك ده ممكن يطبع بعد كده، فلازم يبقى فيكتور. فيكتور اللي هو ما يكون مرسوم، يعني ما يكونش شكل حقيقي، لا يكون مرسوم. ممكن تحول شكل المبنى ده لرسم عادي بتتعمل على كانفا، وبحاول برضه اوريها لكم في فيديو علشان تسهلوا الموضوع على نفسكم. تاني حاجة، وانت بتعمل اللوجو بتاعك مش بتخليه في نص التصميم. يعني التصميم بتاعك بيبقى مربع، انت مثلا بتروح حاطه في الزاوية اليمين فوق، في الزاوية الشمال، فبالتالي العميل او انت مثلا لما تحط اللوجو بتاعك بروفايل مثلا للفيس، بروفايل مش عارف للواتس، انت مش هتلاقي اللوجو اصلا ظاهر بتاعك، هتلاقي في حته مقصوصه منه وحته مش عارف ايه. فانت اللوجو زي ما قلت لك في الفيديو بتاع الاساسيات هيفيدك حرفيا. لو انت ما اتفرجتش على اي فيديو بتاع اللوجات ادخل اتفرج عليه وارجع اتفرج عليه. لازم تخلي اللوجو بتاعك يكون في النص، في السنتر بالظبط. تالت حاجه الالوان. يا جماعه انا لما بغلب خالص بدخل على شات جي بي تي زي ما عودتكم، وبدخل اقول له عاوز الوان اعمل بيها التصميم، فبيروح عاطي لي الوان متناسقه. لو انا مش فاهم في الالوان والدرجه دي ماشيه مع الدرجه دي، بروح داخل على شات جي بي تي واقول له اديني الوان مناسبه على بعض علشان اعمل تصميم مش عارف ايه، فبيروح عاطيني الوان. يعني مثلا بلاقي ناس عامله تصميم احمر مع اخضر، ازرق مع احمر. الالوان دي حرفيا بتدمر التصميم بتاعك. يعني ممكن تبقى عامل لوجو احترافي بس الالوان مضيعه التصميم. فانت لازم لو انت مش فاهم في الالوان ممكن تدخل تتفرج على اي فيديو على اليوتيوب، وانا بحاول اجمع لكم فيديو ازاي تختاروا الالوان المناسبه للتصميم علشان ما تغلطوش في الموضوع ده كبير. عشان الموضوع ده الالوان يا جدعان، الالوان والفونتات دول حاجات اساسيه في التصميم، لو انت ظبطتهم بتودي التصميم بتاعك في حته تانية خالص. وبالنسبه لموضوع الخطوط برضه بحاول اعمل لكم فيديو كده 5 دقايق ولا حاجه ازاي تختار الفونت المناسب، علشان في ناس كتير بتغلط برضه في اختيار الفونت. فانت لازم تركز في الفونت اللي هتستخدمه في اللوجو والالوان بتاعتك، علشان دول حاجات اساسيه في التصميم زي ما قلت لكم. رابع حاجه ودي اهم حاجه اللي انا بعملها في كل فيديو، التغذيه البصريه. قبل ما تعمل تصميم اي حاجه ادخل اعمل تغذيه بصريه. عملت تصميم مش عارف ليه، ادخل ابحث شوف التصاميم عامله ازاي. عملت لوجو لشركه مش عارف ايه، ادخل برضو على البراندات اللي زي كده، هتلاقي نفسك جمعت فكره احسن من اللي كانت في بالك. يعني ما تبداش التصميم بتاعك غير وانت عامل تغذيه بصريه علشان تكون مجمع الفكره اللي هتعمل بيها. تمام؟ فتعال نخش للنقطه اللي بعد كده، هم تقريبا 5 نقط او 6 نقط لازم تخلي بالك منهم قبل ما تعمل اي تصميم. سادس نقطه معانا، لازم تبقى واخد راي العميل. يعني قبل ما تبدا في التصميم بتاعك اذا كان لوجو او تصميم سوشيال ميديا او اي تصميم يعني عموما، لازم تقول له لو مثلا لو عندك نماذج عجباك، عندك شركه مثلا منافسين عاوزنا نبص على اللوجو بتاعهم، لازم تبص تشوف راي العميل علشان بعد كده لما تخلص التصميم ما يجيش يقول لك في كذا وكذا وكذا لا انت خليك من الاول مستريح وشوف هو عاجبه ايه واعمل اللي هو عاجبه. لان اهم من ده كله ايه؟ رضا العميل. لو انت خدت براي العميل صدقني تستفاد. ممكن تلاقي راي العميل وحش، حاول تعدل عليه، بس ما تعملش كل حاجه على مزاجك علشان ما يقولكش في الاخر عدل ده كله وهتلاقي نفسك حرفيا حسيت بوجع مش عايز اقول لكم. فبدل ما تعمل التصميم وتروح مسحه وعامله من جديد، خد راي العميل من الاول وشوف لو عنده نماذج عاجباه قول له ينفع تبعتها لي ابص عليها. بس هروح بعت لك كذا نماذج، هو لو واثق فيك هيقول لك اعمل لوجو على ذوقك. فخليك من البدايه من الاحسن خد باللاحظات بتاعك وخد من راي العميل. تمام؟ سابع غلطه هتكون غلطتها في حياتك لو انت شغال على كانفا ومش متابع كانفا، وصدقني هتستفاد كتير حتى لو بكلمه واحده بس هتستفاد عموما. فبس اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وركزتوا في الالوان والفونتات اللي هي الخطوط يعني، وركزتوا في التفاصيل علشان اهم
الشغل ظبط الشغل، ركز في الحاجات الصغيره واعملوا تغذيه بصريه قبل كل تصميم علشان ترتاحوا. تمام. فبس هو الفيديو ده بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش بقى تصلي على النبي في الكومنتات، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وصلي على النبي في الكومنتات. سلام.